أهلا وسهلا بكم حبايبنا الغاليين، يا رب دايما تكونوا بخير. القصة والحكاية في إلا أنا أو على الهامش. يعني بصراحة أداء أكتر من رائع، خصوصا لرمين الفقي. وبالتأكيد الموضوع موضوع مهم جدا جدا. يعني احنا اتكلمنا في الحلقة الأولى وقلنا إن نرمين الفقي بتقدم أداء طبعا راقي، لكن السيدة اللي ضحت بكل حياتها وفجأة لقت جوزها بيخونها واتصدمت في أعز. زي ما قلنا توقعنا إن يعني أقرب واحدة ليها هي اللي هتخونها، وبالفعل هو خانها مع أقرب واحدة ليها، وده كان جزائها. وجزاء إخلاصها وجزاء تفانيها ومحافظتها على بيتها. لكنه فوزي صبري فواز طبعا قابل الإحسان بالإساءة، قابل العطاء بالجحود، قابل التضحية دي بإنه كل حياته كل فكره إنه ما يدهاش أي حاجة من حقوقها، وتطلع برا البيت بالهدوم اللي هي عليها فقط لا غير. حتى ملهاش أي حاجة، 10 تلاف بتوعها اللي هم بتوع مؤخر الصداق. وده اللي تم الحقيقة كان موقف وحش جدا وصعب جدا ومؤثر جدا. بنشوفه في مجتمعنا هنا، إنك تلاقي واحدة يعني ضحت بكل حياتها وقدمت الغالي والنفيس في سبيل إن هي تكون أسرة وتقوم عليها وتحافظ عليها وعلى أولادها، وفي النهاية يكون نتيجة ده كله الجحود والنكران. والحقيقة كان موقف صعب جدا. ده موضوع الحقيقة معالجته كانت معالجة جميلة جدا، والمسلسل حقق طفرة من أول ما اتعرض، وحقق نجاح كبير من أول ما اتعرض. والحقيقة شابوه برافو جدا لكل القائمين على العمل، لأن العمل بالفعل الحقيقة يعني موجود في حياتنا وبنعاني منه، ومشاكل بتتعرض لها الزوجات اللي هي أساسا ضحت بكل حياتها، وفي الآخر تلاقيها ممكن تلاقيها في الشارع من غير ما تاخد أي حقوق، ويكون ده مصيرها لمجرد إن هي بتدافع عن بيتها وعن كيانها وعن أسرتها.